أفلح من صلى على محمد وآل محمد. العدس الفلس ونص والتمين موجود بدون دهن، ملح، ونفس ما نطبخه ناكل التمن والعدس. جدا مفيد للكتاكيت باعوا، لأنه لا تطل عدس هيك ما راح ياكله منه. بخيل ما يصلى على النبي. باعوا ينطيهم شراهة بالأكل، وبنفس الوقت لازم ننوع بالأكل، ما نبقى بس على البلت بس، ما ننوع بشيء مفرط. بس شفت أنا خليت هنا الكمية ما شاء الله، هاي الكمية ما شاء الله ما خليت لهم هواي، يعني راح ياكلون، ما راح يبقى عندهم. لك واحد لحيلهن هذا القفصين بعد، لك واحد لحيلهن خلي راس امي، كميتهم كلش كبيرة. شرط اعطيهن الصحة والنشاط، والقطع وحدة تقول الثانية انا احلى منك، شرط ها. بس شنو اذا اكو واحد يشيل شيله خليه يتصل بيه. المهم لا تنسون هاي بعد عندي قفصين، هذا البقاء لهم، ما راح اعطيهم شباع. باعوا حركة تفتح شهية الطير فد يومين او 3 اشوف لي فد شي هم انطيهم، مو شباع يسوي عندهم اسهال، والاسهال اذا صار عندهم شوي بصعوبة تعالجي. الشغلة الثانية من تعال تنطي هيك بعد لا تخاف منه، ما راح يصير عنده اسهال، بس اقصد اللي جديد هسه يريد يوكلهم. مو شوف الطير عندك قام ياكل وتونست عليه وتشوفه يعارك وعلى كل ويطالب وتظل تجيب والذبله، لا